بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وأحسن حال. آه أنا النهاردة جايلكم بروتين بسيط كده وخفيف مع بعضينا. هدخل المطبخ، هغسل البوتاجاز وعندي مواعين في الحوض، وبعد كده اجي مثلا هكنس السجادة بره بتاعت الصالة، ويعني روتين خفيف كده مع بعضينا. وكان في ناس دخلت وقالت لي عايزين نشوف الأوضة كويس. ربنا يجازيها خير يا رب أم حمدة. الناس كلها بتدعي لك والله يا حبيبة قلبي، ربنا يجعله من نصيبك يا رب وفي ميزان حسناتك إن شاء الله. كل الناس بتدعي لك والله العظيم، اللي يعرفني واللي ما يعرفنيش. ناس كتيرة داخلة في التعليقات بتاعتي بتدعي لك من قلوبهم والله العظيم، يا رب يكون من نصيبك يا رب إن شاء الله وفي ميزان حسناتك يا حبيبة قلبي. وإن شاء الله هصور لكم الأوضة كويس النهاردة مع الروتين بتاعي بتاع المطبخ، علشان خاطر في ناس عايزة تشوفها كويس. وخليكم معايا، محدش يروح كده ولا كده. طبعا حبايبي، آه، المواعين دي ناشفة. انا بس يعني ارص المواعين هنا لما بتنشف، بعد كده بروح حطها ايه في المطبخ. طول بالكم كده. انت النخرطة، نجيب السكينة الهون. قوم كل يا زقزوق، زعلان زقزوق زعلان. الله يخليكي يا ام حمده يا حبيبتي، الله يخليكي ويبارك فيكي. كل ما امسك كده المطبخ كده او ادخل اوضه النوم، بصوا كانها معايا والله العظيم. ربنا يخليها يا رب ويبارك فيها، ربنا يبارك لها يا رب، يبارك لها في مالها وفي بيتها، يبارك لها في كل حياتها، يبارك لها في حياتها كلها، امين يا رب. طبعا انا حاطه دي نظيفه، طبعا دي نظيفه. حطها هنا كده على المطبخ هنا، بصوا حطها هنا على المطبخ. ليه؟ علشان خاطر اغسل حله بتاع اكفيها هنا كده، ما تعملش ميه وتنزل هنا كده على الرخامه، وهتنزل على المطبخ نفسه. نبتدي بقى ايه، نغسل المواعين. اجرب عليا شويه كده عشان تشوفوني. كده مظبوط. هبتدي طبعا بالكوبايات الاول. احب اشكر كل متابعيني اللي دخلوا عندي وبيشجعوني وبيدعوا للست اللي على راسي من فوق، اللي بعتت لي الهدايا الجميله. انا بشكر كل واحد بيقول لي كلمه حلوه، ربنا يخليكم يا رب ويبارك فيكم. طبعا دي فاضيه دايما ما بخليهاش فيها ميه. اول ما بخلص المواعين بروح غسلاها واسيبها ايه من غير ميه اهو. حاسه ان انا كده واقفه في مطبخ بقى حاجه وحقيقي يعني. مطبخ كده الواحد ليه نفسي كده يقف، ليه نفسي يعمل حاجات. ربنا يبارك لك يا رب يا حبيبه قلبي.
يبارك لك ربنا يا رب. هنا طبعا في معالق ناشفه مفروشها احطها في مكانها. انا دلوقتي ما بخليش حاجه هنا علشان خاطر في الاول كان زحمه بقى، والمطبخ بتاعي ما كانش يعني قد كده، ما كانش في مكان اصلا، كان صغير. بس كده بقى ايه، اغسل كده، اغسل البوتاجاز دي، بعدين نغسل البوتاجاز معانا مع بعضينا. هو بس ايه البوتاجاز نظيف مفيهوش حاجه، بس انا ايه هحوش من عليه رده تفري شاي، مفيهوش دهان ولا حاجه. من ساعه اخر مره ابو عبده غسله غسله تمام. ربنا يديله الصحه يا رب. طبعا الحله ديت جبت لها حته سلكه اهي. انا بحب ادعك الحلل بتاعتي. عايزه اقول لكم ان الحله ديت تشوفوها تقولوا ايه جديده على فكره، لكن انا بحب ادعك المواعين بتاعتي بالسلك دايما، كل مره مش يعني مش ما يجيش في مره مثلا اقول اغسلها بالليفه كده، لا، كل مره بغسلها بالسلك علشان خاطر ايه تبقى زي ما هي نظيفه كده وجميله. بس يا باندا انزل تحت. طلع لي على الحوض، عايز يقعد على الحوض عشان ما كلمتوش. اوريكم الحله دلوقتي شكلها ايه. بصوا شكلها، شايفين شكلها عامل ازاي. انا بحب الالمونيا بتاعتي تبقى كده. نفتح بقى البوتاجاز. طبعا الحاجات دي نضيفه، ما لحقتش ان هي ايه يعني ما جت عليها دهان ولا حاجه، يعني مفيش دهان، بس برضك العيون انا بحب اغسلها برضه. العيون انا بحب اغسلها ايه على طول، بالرغم ان هي نضيفه برضه ممكن تتمسح وكده.
بصوا العيون نضيفة زي ما هي. بعدين ممكن نغسلها برضه. بس هو البوتاجاز عليه ايه؟ عليه ردة شاي. اغسل دي بس. العين الصغنونة دي هتتغسل عشان هي اللي بينزل عليها الطفل الشاي. هو مش وسخ زي ما انتوا شايفين يعني، عليه ردة وتفل شاي بس. طبعا في ناس تقول ايه مثلا، طب ما في كاتل. الكاتل ده انا ما بحبش الشاي اللي هو الميه اللي هو الكشري ده، ما بحبوش. بحب الشاي المغلي. ما اعرفش اشرب الشاي الكشري ده، ما بحبوش. معلش انا هنزل في الارض شويه بس كده، الم الاعجاب البتاع ده، عيدان الكبريت. عيدان الكبريت وجعت مني، فانا ايه هلمها. امتيازات. طبعا هلم ايه مع البوتاجاز التفل والحاجات دي، هلمها بالحته المبلوله دي واشطفها. التفل ده بيغلبني في اللم، وانا وارد يعني ان هو وارد ان هو يفور الشاي وكده، بس بقى ايه حاجه غلسه قوي. مين بيحب يشرب الشاي المغلي زي بقى؟ اللي بيحب يشرب الشاي المغلي زي قولوا لي. يا رب. عايزاكم يا بنات حبايبي صلوا على النبي، صلوا على النبي كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. صلوا على النبي حبايبي. حاجه ايه مش عايزه اقول لكم، الطفل ده حاجه استغفر الله العظيم يا رب. بيطلع لما بيطلع العين دي بقى بيبقى صعب شويه في تركيبها. لازم اخلع ده كده. لها حوافي كده بتركب. مركبتش ركبت الحمد لله. تاني لا.
ايوه كده ركبت. الحمد لله ركبت. عايزه اقول لكم ان القطه جابت عيالها جنب البوتاجاز هنا، خايفه عليهم، وبرضه كلت واحد، كلت واحد من خوفها عليهم. كلت واحد واحنا بنبيض المطبخ. طبعا الناس داخله وطالعه. نفس الحكايه المره اللي فاتت لما كنا بنعزل، كلتهم واحد في واحد في واحد. هما كانوا 3 المره اللي فاتت، كلتهم على فترات. بس كان في يوم واحد بقى تعب، ده كلته الاول، وبعد كده استندت بالباقي. شايفين يا حبايبي؟ هجرب لكم شويه. شايفين جمال التربو؟ جميله احسن من اللي كان محطوط هنا، صح؟ بصوا بقى هوريكم هي قاعده فين اهي. شايفينها قاعده فين؟ قاعده على ولادها اهم، تحتيها هما. طبعا انا مش عايزه ازحزحها كده وكده، لا تاكلهم الباقيين، تاكل التانيين. محدش بقى يروح كده ولا كده لحد ما ادخل لكم جوه ان شاء الله. الناس اللي طلبت مني ان انا اصور الاوضه، طبعا ده كرسي كان عندي انا، تمام، حته حته ها. ده كومودينو، ده كومودينو اهو. ده السرير، السرير اهو. انا جايبها لكم حته حته اهو. بصوا ادي السرير، تمام. ده البونكيت بتاعها، تقريبا البونكيت ده بدل شفونيره او حاجه، ما يعني الاوضه دي ما عندهاش شفونيره، تمام. نيجي للتسريحه اهي، التسريحه بتاعتها شايفين؟ ده الدولاب اهي يا حبايبي اهو. بصوا بكده اكون خلصت الروتين بتاعي بتاع النهارده. يا رب يكون خفيف عليكم. انا عايزاكم اللي يجي لحد هنا وما اشتركليش في القناه يشترك لي ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وما تنسونيش بالتعليق الجميل بتاعكم الحلو عشان بيشجعني كل مره يبقى في جديد واحسن. واشوفكم على خير ان شاء الله، ومع السلامه.